حقيقة في موضوع انتم منتظرينه. يعني انا شخصيا الحقيقه كابتن يعني احنا ما خلصنا ابو خالد. اسطوره. لا ما خلصت، باقي شوي باقي شوي يعني اصبر علينا كابتن نواف. احنا مددنا وقت البرنامج، وقت الاستوديو مددناه نص ساعه. اللب انت على الاستوديو. هذا ليش جاي الرجال؟ روح الاستوديو، روح الاستوديو. الحقيقه كابتن سعد الحوطي يعني اسطوره الكره الكويتيه جانا انا وطارق ونواف كنا فوق في الغرفه نتابع المباراه وقال يا جماعه سامحوا لميدو، يعني والله انا قلبي واجعني على ميدو، وميدو المفروض ما يحلق شعره يعني خلاص مسامح كريم. عاملين لي شغل لا شعر ميدو ضحيه للسلسله. اسمع يا ميدو اسمع. فقلنا لسعد الحوطي الموضوع ليس في يدنا. صحيح. فاقترحوا الاخوان قال نعمل تصويت للجمهور. صحيح. وعملنا تصويت على موقع في تويتر. ما نعرفش التصويت، يقول لك نحبوا يحلق. اسمع النتيجه، اسمع النتيجه بس. يعني الشباب مسامحين مبدئيا، الشباب اللي معه بطوله وفي الشهرين الاخيرين كابتن نبيله واحده يعني نواف مسامح وطارق مسامح. صدقني محمد سعدون الكواري ما بعرف صدقني. لا ما سامح ابو خالد صدقني، جاتني تليفونات من باريس، من ايطاليا، من تونس، كله على شعب ميدو. اصبح قولوا شعب قضيه العرب يحبوا على الصفر. قلت لهم خليهم واحد، قالوا لا على الصفر. لا ما صفر، احنا ما وعدنا صفر. لا ما وعدنا، احنا لا قلنا موس ولا صفر، احنا قلنا على نمره اثنين. كابتن ابو خالد واحد واثنين. احنا مسامحين ولا لا؟ احنا مسامحين. احنا مسامحين بس اسمع نتيجه الاستفتاء. ايه قول. احنا عملنا تصويت شارك فيه اكثر بقليل من 11,000. انا هذا التصويت طبعا ساعمل ديليت، سالغيه بعد نهايه الاستوديو لانه ما عاد له داعي. فاكثر بقليل من 11,000 شاركوا. 78% قالوا لا نسامح، يعني يحلم. ما شاء الله. 22% قالوا نعم نسامح. فبصراحه احنا اذا سامحنا في حق عام، عندكم حق عام عند الجمهور يعني مصلحه، فلازم نتقيد احنا وعد الحر دين. طبعا وانا متمسك. انا عايز اسال سؤال. معاكم الديتيلز بتاعت الناس اللي هتلاقى يعني اساميهم كلهم؟ والله لازم نشوف اداره تويتر. يا ميدو صدق او لا تصدق انه في من الصين، بس اكيد عرب يعني مقيمين بالصين بعثوا شاركوا الاستفتاء. اما اسماء وتفاصيلها هذه لازم نرجعك على اداره تويتر. عم بحكي لك عن 11,000 خطير. اكيد ما فيهم زملكاويه كثير. احنا كستاف هني صراحه كنا مسامحين وهالشيء الا سعدون لا محمد سعدون نبيل شايف الكاميرا طالع صراحه ان سعدون قاعد حطينا بتويتر. لكن احنا كزملاء عفوا بامكانكم مشاهدينا الكرام ان تتابعوا على فيسبوك بي ان سبورتس على او ات بي ان سبورتس، يعني البي سمول لترز والان سبورتس كابيتال لترز كلمه واحده. هذا على الفيسبوك ممكن تتابعوا بث حي لميدو في خلال الدقائق القادمه. احنا طبعا يعني عشان بس نكون واضحين مع الجماعه، هذه الماكينه احنا جبناها هي السلاح اللي راح يوفي بوعده ميدو لجماهيره اللي تابعته طول هذه المده الرهان. والله انا اسف يا ميدو، نبي نحلقك الحين ميدو قدام الناس. انا اسف يا ميدو، والله انا حاولت اساعدك. انا صعبان علي شعرك ما شاء الله حلو. طيب من وين نبدي؟ واذا بتعطيني شوي منهم يلا تعال عشان الجماهير بس تكون موجوده. واحنا قصينا شعر ميدو، هذه لنا هني. انت ناوي لما تفضل شعرك تحتفظ فيه؟ في بوكس. تفضل ميدو، اسمع ميدو يعني تفضل ابراهيم ناطرك فوق على حرم الجمر. تفضل بس يا ريت وانت طالع تعدي على كابتن نبيل سلم عليه وبيعطيك هديه. حتى كابتن نبيل يديني ميدو، حتى كابتن نبيل هيديني مكنه. يلا تفضل. خلي بالك دي زيرو دي. انا شاريها لك من مده، كنت متاكد انه ليستر مش يفوز بالدوري. لا بس ميدو انتبه، انت المكانات هذه انت وسعدون. خلي بالك من العيال. اشوفك على خير. واصل يلا ميدو بالسلامه. تفضل. طبعا كابتن احمد حسام ميدو الان سيذهب الى الاستوديو الاعلى. الاستوديو الاعلى ينتظر فيه زميل ابراهيم علي. ابراهيم طبعا حلاقنا المحبوب والمحترف اللي انا حيظبط ميدو، ومعنا ايضا زميل شادي من موقع بي ان سبورتس نت. وكما قلت سيبث او سيضع فقره الحلاقه على الفيسبوك لبي ان سبورتس، بامكانكم ان تشاهدوه.
وطبعا يعني ابراهيم ما وصيك على والله شجاعه من ميدو يا والله شجاعه من ميدو. انا احترم يعني ميدو، نحترم الجمهور وكان وفي وعند كلمته، حاولنا نساعده احنا ونحافظوا على شعاراته. جاي رمضان وجاي اليورو وفي استديوهات كثير عنده وفي عنده دعوات برا، لكن هو قبل هيك حلق شعره يعني لما كان في توتنهام حلق شعره ورجع طلع وما شاء الله هو وسيم شعره شعر في روما مقبول. احنا هنا في كل حالات رغبات الجماهير بالضبط. احنا لبينا بالضبط 72 ولا 78 عداك العيب عداك العيب. الان ميدو وصل. لا مسامحه نوي ابو خالد ايوه يا ميدو حريص. لازم نواف السنه الجايه يراهن على حاجه. ايه انا انت دورك جاي على شعرك انت والدكتور طبعا ابراهيم صار له شهرين يستنى في هاللحظه، صار له شهرين عم يسخن ابراهيم. خالد لازم يعني يتقدر على المجهود. طبعا صار له ساعتين هو متشيك لك والله متشيك لك يا سيدي. شهرين يسخن. بس يا جماعه الشعر بالموس وبالكذا وقصوه على الزيرو. نقول حق ميدو ابتسم الصوره تطلع احلى. مش لازم دي مش لازم دي ميدو لا عشان يعني ابتسم عشان ما الصوره يضايق تطلع الشعر. لكن ميدو انت لما كنت لاعب حلقت شعرك قبل هيك في روما ما شاء الله عليك مميز بالهيد. روما بصراحه الهيد كنت تلعبها احسن بشعر او بدون شعر؟ لا بشعر. ليه؟ تزلق الكرة تزلق من غير لا مش زيرو، هو حتى ما حلق زيرو ما حلقت زيرو وقتها، انت حلقت على واحد. طيب معلش ما شاء الله تشود يعني نمسك خشب وشعرك جميل وقوي. خلال كم رجع طلع شعرك في المره الماضيه؟ يومين. لا رجع طلع طبيعي يعني قدامه انا بقول خلاص كبرت انا شويه يعني مثلا قدامه 4-5 شهور يعني الموسم الجاي ترجع لنا بشعر الموسم الجديد ما عادش تراهن على شعرك. رجع العائله استشرتهم في هذا الموضوع، حكيت العائله في هذا الموضوع. كان 2 ولا كام؟ يلا ابراهيم زيرو ابراهيم. خلي لا زيرو ليه؟ لا خلي ابراهيم وضميره يا ميدو. زيرو خلي ابراهيم وضميره. زيرو ابراهيم يا ابن الذين انت. ابراهيم شوي يا ابراهيم. بص كابتن نبيل فرحان ازاي؟ ما اعرفش فرحان نبيل معلول الضحكه واصل لهنا يعني انا اول مره شفت كابتن نبيل يضحك كذي. زيرو ابراهيم زيرو. يا ابراهيم شوي يا ابراهيم شوي يا ابراهيم كافي كذا خلاص. يا ابراهيم والله انك بطل يا ميدو، خلاص والله انك بطل. انا اشهد انك بطل وملتزم بكلامك. والله ما شاء الله عليك. بس انا خايف انك تصير اوسم بدون شعر. خلاص كافي ابراهيم. انت شاورت العائله في موضوع الحلاقه ميدو؟ حكيت للعائله؟ قلت لهم مؤيدين ولا معارضين؟ لا كله مؤيد. كله مؤيد من منطلق الالتزام بوعدك. لازم نلتزم. والله انه شجاع والله انا احييك واحييهم. وده اقول لك على الهواء والله طلعت عليه يا ابو خالد. وفيت طلعت عليه. شوف هذه المفاجاه اللي حتصدمكم والله طلعت عليه الان. هذه المفاجاه اللي حتصدمكم. كابتن نبيل نعم اخوي. انت فرحان فيا كده ليه؟ ليه؟ انا مش عارف. نبيل يعني ما بعرف اكثر واحد متحمس. انا متخيل لو كان معنا اخونا محمد سعدون. لا سعدون حيكون موقفه مشابه. محمد الحين يصور الشاشه. الله اعلم محمد الله اعلم ليش متحمسين لهالدرجه ضد شعرك يا بيدو؟ بص يا ابو خالد لما كنت حلقت قرع قبل كده كنت فت يعني. وانت ما شاء الله عليك دلوقتي ما شاء الله عليك. الله اعلم شوي خفف العشاء بس. ابو خالد لانه الموضوع جاي هكا معناها فدلك الموضوع معناها نحكيه. ايه كنا نمزح في الاول. انا قدوه وصارت جد. مثل جاري لينيكر رئيس وزراء بريطانيا قال يجب ان يتقيد بوعده. وانا في رايي ميدو اشجع من جاري لينيكر، لانه جاري لينيكر اجل الاستوديو الاول في الموسم الجاي. والله يعني مثل ما قال تيم شيرود من شوي قال يصدر بده يعمل لياقه في الجيم. والله يا ميدو كلها تعامل. برافو. انا يعني اعتقد انه الجمهور مبسوط منك الان. ذكرتني وانت لابس فنية روما دلوقتي. لا وانا لابس توتنهام. حتى توتنهام. نعم وانا لابس فانيلة روما بلس 35 كيلو. سهل تروحها. انت ما شاء الله عليك لسه انت اصغر من ابراهيموفيتش يا ميدو. انا 33 سنه. طيب كان ممكن تكون تلعب يعني. والله المفروض. طيب يا ميدو معلش المفروض. ما هو اكثر هدف تذكره انت؟ الهدف اللي فرحت فيه كثير. هدفي في ريال مدريد في الشامبيونز ليج مع مارسيليا. انت ما شاء الله سجلت في ريال مدريد وفي برشلونه. وفي برشلونه لكن واحد مع مارسيليا وواحد مع اياكس. هدفي في ريال مدريد كان بالنسبه لي وملعب الفيلودروم واجواء الفيلودروم. نعم كان هدف مميز جدا. وهدف مصر والسنغال تصفيات كاس العالم 2002 نعم كان لحظات عمري ما هنساها. والهدف اللي سجلت فيه هدفك على ليبيا في افتتاح كاس افريقيا 2006 وليبيا لان نعم. كانت ضغط اجواء كانت غير طبيعيه في مصر في 2006. نعم
شوي شوي يا ابراهيم يا ابراهيم يا ابراهيم بس في قدام حته كده صغيره على الجبين يا ابراهيم. شوي شوي يا ابراهيم، شوي شوي عليه برد على والله ما شاء الله عليك. بعدين عيني عليك برد يا ميدو، ما زلت انت نفسك يعني. ميدو الحين صرت البرد على طول يجيك. ليش ماسك مشط ابراهيم؟ ما تحتاج. ليش ماسك مشط؟ بالمناسبه ميدو الماكينات الحلاقه اللي اهدوك اياها الشباب الكابتن نبيل والكابتن طارق عشان تحافظ على معدل الشعر هذا. حلقته كله كده؟ اي حلو. سامعني ميدو؟ ايه والله حلو. ماكينات الحلاقه اللي اهدوك، خليني في اللي انا فيه بس. ماكينات الحلاقه والله حلو. ماكينات الحلاقه اللي اهدوك اياها والله حلو. والله حلو. يقول خلينا حلو. ماكينات الحلاقه اللي اهدوك اياها الشباب مشان تحافظ على معدل الشعر. ما شاء الله تبارك الله. كل ما تشوفه طول شوي ادي له نمره واحد. بعدين ابراهيم ما يقصر يا ميدو. وابراهيم حاضر وموجود. والله ابراهيم ما يقصر والله. هو والله الان اسمعوا بقى على فكره هلا على الجد. على فكره هلا على الجد. ترى ابراهيم هلا عليه والله مشيت معه ما شاء الله عليه. على فكره ما شاء الله عليه ابو خالد. على فكره ابراهيم هو عارف نفسه انه وسيم ما شاء الله. صار له تقريبا شهر كامل يسخن معسكر وعامل دايت. وقبل ما ابو خالد قبل المباراه الحين هو يسخن، عنده ساعتين هو يسخن، عنده ساعتين شهر مسوي دايت عشان الجاكيت يتسكر والامور هذه. هذا ابراهيم ايه الان دايت على ميدو بقى. وصار له ساعتين والله يا ميدو طلعت بطل صراحه. والله بطل ابراهيم صراحه بطل. ليستر سيتي اسمعني، ليستر سيتي ورياض محرز ابطال في انجلترا وانت بطل عندنا هنا. الله شكرا عند كلمتك وما شاء الله عليك. يعني انا شايف صرت اوسم اوسم وما شاء الله عليك. وسامه ورجوله ما شاء الله. احمد حسام ميدو. شكرا ابراهيم علي. شكرا ابراهيم. شكرا ابراهيم. شكرا ايضا لشادي. انت عم تصورنا احنا شايف انت بدك تصور ميدو. احنا حنحافظ على شعبنا ان شاء الله وما حنراهن على الموضوع ابدا. وارجو كلكم تتعظوا هالكم شعره حافظوا عليهم. شفتوا شو اللي صار. لكن بصراحه يعني كابتن احمد حسام ميدو كان عند كلامه، واعتقد انه نحن عملنا استفتاء، حاولنا نساعد، حاولنا نسامح في حق عام. اعتقد الجمهور والله كابتن سعد الحوطي اعطى المبادره، شاف الجمهور ما يريده. والحقيقه حديثي مع احمد حسام ميدو، انتم لو تدخلوا على يعني على اليوتيوب وتشوفوا اهداف احمد حسام ميدو بتعرفوا ما شاء الله يعني مين هو. اللي ما بيعرف يعني طبعا، واللي ما شاف بيعرف مين احمد حسام ميدو والاهداف اللي احرزها، كيف احرزها ومع مين، مع اكبر الفرق وفي مرمى اكبر الفرق. وكان فعلا نجم متالق مثل ما هو الان معنا نجم متالق في الاستوديو في التحليل. ميدو 2016. انا بدعو كل الشباب ان هم يحلقوا. ايوه ميدو 2016 والله بزيد اكتر. ميدو 2016 والله احلى احساس يا سيدي ما شاء الله. نعيما ربنا يجعله نعيما ان شاء الله. ويعني مرتاح صح. الله يحييك يا سيدي. نعيما وان شاء الله عفيت، وان شاء الله يعني دائما مثل ما يقولوا بضاعه مخلوفه والشعر يرجع يطلع بسرعه وان شاء الله في الحج يا رب. والله زميلنا حمدي المنتج اخترع عليك، قال لك روح عمره واحلق شعرك وارجع. لا لو رايح وسلع ما نرضى. كنا صورنا هناك. على كل حال كابتن احمد حسام ميدو، نحن بنحييك باسم الجمهور على شجاعتك وعلى الان كيف احساسك؟ في برد؟ فريش لا انا بالنسبه لي كان مهم جدا ان ابراهيم يكون متواجد معانا، لان لازم الساده المشاهدين يعرفوا ان احنا في شباب كتير بيعملوا مجهود جبار معانا وهم اهم مننا، مجهولين وهم اهم مننا. واحنا بدونهم يعني او من غيرهم عمرنا ما نقدر نخرج في المظهر اللي احنا الحمد لله بنخرج فيه على بي ان. نعم. اذا حد قال لك الشعر فين، انا عاوز يعني شعر فين؟ ايه حلقته ده؟ لا انا عاوز ما اعمل مزاد على الشعر. الخطوه الجاي لا خص لي هي ايوه بيبي ما شاء الله. هذه اول قطفه يا ابو خالد. قطفه. اول قطفه لها قيمه. موسم الزيتون. لا اول قطفه. طيب احنا كنا في موسم استثنائي، وميدو انت يعني ما بعرف انت لما حكيتها انا ححلق شعري لو ليستر سيتي فاز بالدوري، يعني الكلمه طلعت كده حكيتها كده ولا كنت تعنيها؟ لا انا فعلا يعني كنت تعنيها بمعنى انك اولا مستعد تحلق شعرك لو فازوا، وكنت ايضا تستبعد فوزهم كليا؟ لا مش استبعد فوز، يعني هو بالنسبه لي كيف صار؟ احكي لنا الحكايه. استفزيت انت جالس جنبه، انت استفزيته شويه. استفزيته انا، لذلك اشتغل عليه الموسم الجاي رجاء. عشان كده اكثر واحد او ممكن تبدا باليورو، ترى مو بعيد اليورو ان شاء الله. صح اليورو ورمضان بعد عمره وفوقها تحلوقه ان شاء الله. يعني انا شايف ان ليستر انا شايف نفس ميدو امامي، ما تغير شيء كثير يعني. لا تغيرت والله ما شاء الله عليك. صرت اوسم يعني ما تفكر. ايه
وبعدين ترتاح الان من نروح عند ابراهيم، لا تروح عنده تمشط شعرك قبل خلاص ما الاستوديو تشوف ولا حط إبراهيم. سبراي، خلص تيجي على طول من البيت على الاستوديو. نعم. انا شايف إن هو- شوف الصوره اللي قبل، شوف اللي قبل، وشوف اللي بعد ما احلاها. وهنا اللي بعد، هذه قبل. كاهو على الهواء. قدامي انا حطوه انتم. طيب طيب هو المفروض يكون مكاني الحقيقه، مش هيطلع قبل وبعد في نفس اللقطه. نعم نعم يا كابتن. انا في رايي ان ليستر معجزه السنه دي. انا توقعت ان هم في اخر 5-6 مباريات، ان هم في اخر 5-6 مباريات مش هيأدوا بنفس المردود. نعم. لكن يستاهلوا. ليستر في رايي قصه هنفضل نحكي لاحفادنا عليها لسنوات طويله، ان فريق بدون اي امكانيات ماديه قدر ان هو ينافس بل يتغلب على فرق حجم استثماراتهم اكتر منهم ب 10 اضعاف. نعم. وانا بقول وباكد مره تانية، فوز ليستر بالبريمير ليج هو انتصار لكره القدم. نعم. فوز ليستر بالبريمير ليج رساله بان اهم منظومه اهم عنصر في كره القدم هو العقل. نعم. البني ادم اللي بيفكر، العين والاختيارات والسكاوتنج، وازاي توظف اللعيبه لصالح اسلوب لعب المدرب اللي انت نعم. جايبه. نعم. فليستر واتلتيكو مدريد في رايي، لكن نعم. في البريمير ليج ليستر معجزه بكل المقاييس. نعم يا كابتن نواف، يعني انت كثير تحدثت عن كره القدم ونجومها ومدربينها وما زلت تتحدث عنها. حدثنا قليلا عن شعر ميدو وهذه الظاهره الاخرى في الموسم. والله انا صراحه شجاعه من ميدو وغير مستغربه من ميدو، وهو رسم سيناريو. يعني يوم حط التحدي رسم سيناريو انه ليستر سيخسر من مان يونايتد وتوتنهام يفوز، ولذلك نشوف ويصير صار فارق متحمس على لتوتنهام زياده. على وست ما صار السيناريو. بس لا ميدو عنده عين ما شاء الله. هو بين الشوطين مع وست بروميتش وانا معاه بالاستديو عرف هو ان المباراه جدا صعبه. عرف انه الشعر راح. لا الحدث صار التعادل الشوط الثاني. يلعبوا كانوا بواضح ان كان في ضغوط على لعيبه توتنهام. يعني في ماتش ويست بروم بالذات لما اتطلب من توتنهام ان هم لازم يكسبوا. برضو في نقطه بالنسبه لي مهمه جدا، ان توتنهام يلعبوا بعد ليستر 3 اسابيع متتاليه يا كابتن نبيل. انا شايفها في ظلم كبير جدا لتوتنهام. يعني ليستر بيلعب الحد وتوتنهام يلعب الاثنين 3 اسابيع ورا بعض، وفي توقيت مهم جدا في المسابقه. ليه يا كابتن نبيل؟ لان انت لما بتلعب بعد الفرقه، لما بتلعب قبل الفرقه اللي بتنافس. شوف الدوري الاسباني بكره يلعبوا كله في وقت واحد. برمجه الدوري الانجليزي كلها غلط. خاطر انت عندك فريق يمثل فيك في الشامبيونز ليج تخليه يلعب يوم الاحد ويلعب متاخر مثل المان سيتي، معناها صعبه. انا اكثر شيء معناها كلمه بس فقط، اكثر شيء اللي خلى فريق ممكن لايستر يفوز بالدوري اولا التحضير النفسي لكل المباريات. وخاصه الصلابه الذهنيه في نهايه الموسم، لانه كما قال ميدو ضغط كبير اصبح. نحن تجاوزنا الوقت المخصص لنا بنصف ساعه، ولكن يعني عشان عيون ميدو وشعر ميدو وبالتالي طبعا مشاهدينا الكرام، يعني انا مره اخرى اشكركم. نحن الساعه الثانيه على الهواء الان، كم ساعه؟ 11 تقريبا 9 ساعات، والدكتور طارق دائما هو اللي بيحسب لنا التوقيت. يعني هو الميقاتي للاستوديو، السنه الجايه هو ميقاتي الاستوديو، وهو اول من قطع من شعر ميدو. يعني لازم تتذكر وتحافظ على شعرك وتنتبه من ميدو في القادم من الايام. الموسم القادم راح نتفق. طيب الان بدي جمله اخيره من كل واحد فيكم الان. طبعا الف مبروك لليستر، الف مبروك لكره القدم، انتصرت في المنطق. نعم. وشكرا لكره القدم اللي كرمت رانييري بهذا الشكل. نعم. انا اقول متاكد انه الموسم القادم باش نشاهدوا الدوري الانجليزي على مستوى عالي جدا، في ظل معناها الانتدابات اللي باش تكون موجوده والمدربين الكبار اللي باش يكونوا موجودين في البريمير ليج. نهايه رائعه وموسم المدربين القادم. نعم نهايه شو اروع من هيك نهايه. اتمنى ان احنا من خلال تحليلنا للكره الانجليزيه نكون قربنا المشاهد العربي للدوري الانجليزي والكره الانجليزيه بشكل اكبر. والله انت اكثر واحد قربت الان. وما شاء الله كلامك صار كلامك منمق اكثر، سريع صار. شكرا جزيلا لك خصوصا احمد حسام ميدو، شكرا دكتور طارق الجلاهمه، شكرا كابتن نبيل معلول، وشكرا كابتن نواف التمياط نجم الكره السعوديه ومحلل بي ان سبورتس. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، نلتقي دائما على خير، الى اللقاء.